السلام عليكم، اخباركم ايه؟ حابب اتكلم معاكم في الفيديو ده ليه انا كنت اسعد واحد بهزيمه الزمالك في مباراه بيراميدز الاخيره، وليه لجنه الظلمات اصدرت قرارها النهارده الخاص بانسحاب الاهلي بالشكل ده. انا كنت اسعد واحد بهزيمه الزمالك من بيراميدز، مش عشان خاطر اللي احنا ندخل بيراميدز في المنافسه على الدوري مع الاهلي او يناطع الاهلي على الدوري او الكلام ده خالص، او ان الزمالك بيع الماتش زي ما بيقولوا. لان الزمالك الدور الاول اصلا خسران من بيراميدز 3-0. الزمالك بيقدم أسوأ مستوى كروي ليه من بداية إنشاء الزمالك لغاية وقتنا هذا. الأهلي بكل نجومه سواء دور أول أو دور تاني اتعادل مع الأهلي في ظل طرد لبيراميدز في الشوط الأول وفي بداية الشوط التاني في الدورين. فبالتالي مش الزمالك مش بيع الماتش زي ما بيقولوا ولا أي حاجة خالص، هو ده مستوى الزمالك. طب ليه أنت كزملكاوي فرحت أو سعيد بهزيمة الزمالك من بيراميدز؟ هقول لك ليه. لأن بهزيمة الزمالك من بيراميدز في المباراة الأخيرة، بيراميدز دخل في المنافسة على الدوري وفي صورته موجودة وبيناطح الأهلي على الدوري. وبالتالي كان لجنة الظلمات مش هيبقى قدامها أي حل غير إنها تعمل قرارها اللي هو صدر النهاردة. لكن لو كان الزمالك كسب بيراميدز كان خلاص، كان هيبقى الموضوع سهل وكل حاجة تمام، وهيتم تطبيق اللائحة اللي هي خصم 3 نقاط من الزمالك في المباراة من الأهلي في المباراة، وخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الدوري. لكن اللي تم ان الزمالك خسر من بيراميدز، وبالتالي صدر القرار اللي احنا النهارده كلنا عرفناه، ان خصم 3 نقاط من الاهلي في الخاصه بمباراه الزمالك، وعدم خصم 3 نقاط في نهايه الدوري. ولما جت لجنه التظلمات فسرت ليه هي خدت القرار ده، كان تفسير زي ما بيقول لك عذر اقبح من ذنب. ان هو بيقولوا ان احنا كلجنه الظلمات مكتوفين الايدي عن تنفيذ وتطبيق اللائحه، لان رابطه الانديه حصنت قراراتها وخلت عدم الطعن على قراراتها مش موجود في اللائحه. فبالتالي لما لجنه المسابقات اصدرت اول مره قرارها بخصم 3 نقاط من الاهلي وخصم 3 نقاط نهايه الدوري، جت مجلس إدارة الرابطة وصدرت قرار بعدم تنفيذ ال3 نقاط في نهاية الدوري، واكتفت بخصم 3 نقاط من الأهلي فقط، وحصنت القرار ده طبقا للائحة هم متفقين عليها. فلجنة التظلمات أوصت النهاردة في الآخر بعدم تطبيق المادتين دول، لأن ما ينفعش أي جهة أو أي مكان مسؤول أو بينظم حاجة معينة يحسن قراراته، وده اللي عملته رابطة الأندية اللي هي حسنت قرار خدته. فبالتالي احنا قدام مشكلة كبيرة جدا 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 في الكرة المصرية، ان هو مفيش لائحة بتطبق خالص، عشان الرابطة بتشوف ايه اللي يناسبها او ايه اللي يناسب اي فريق تاني وتروح واخدة قرار وتحسن قراراته. فهل انتوا شايفين ان ده قرار بيطور من الكرة المصرية، وده قرار بينفذ العدالة على كل الفرق المصرية، ولا انتوا شايفين ان هنا رابطة الأندية أصبحت الخصم والحكم في نفس الوقت؟ فيا ريت ترد عليا في اللي انا سألته ده، وقولوا لي هل رابطة الأندية أصبحت خصم وحكم في نفس الوقت، ولا هي بتنظم المسابقة طبقا للوائح أصدرتها؟